الفيديو ده للناس اللي خلصت ثانوية عامة أو الناس اللي لسه هتدخل ثانوية عامة. بالنسبة للناس اللي لسه في ثانوية عامة زي ما انتوا شايفيني، دول كام؟ فاهمين لغتي؟ جميع زوايا المجتمع أجمعوا إن الثانوية العامة دي أمر مصيري، حياة أو موت. دايما كده هتسمع في العمارة وطي تلفزيون علشان أم ناجي عندها أولاد في ثانوية عامة، وأم سلمى برضو في التاني، بس دي بنتها في ثانوية عامة. الله يكون في عونها. بالمناسبة سلمى دي دايما بتبقى وحشة، وأمها طول السنة بتشتكي لأمها، ويوم النتيجة هتسمع زغروطة من عند أم سلمى، هي أم سلمى اللي بنفسها اللي زغرطت. بعدها بيومين هتسمع زغروطة تانية، ليه؟ عشان سلمى اتجوزت وهتروح تقعد في السعودية مع نبيل. خدت الشهادة ليه يا ورمة؟ عشان تفشخك. مش عارف واهلك مش هيقتنعوا بمدرسين غير مدرسين ولاد خالاتك اللي درس لهم في حاجه و90. منجنيك اللغه العربيه، اسهال الرياضيات، ملزمتين فيهم بقع بني، ده النجاح. خلاص نجاح، ودول الصح تلاقيهم اللي هم بيدرسوا في قاعه افضل اللي هو مايك ويسقف وانت بتحجز قبلها ب3 سنين. انت طالع عمر اصلا مش رايح درس. بقى لو عايز تصيف ولا عايز تروح حته، يا لهوي بابا انا طالع مصيف. عايز تصيف؟ عندك ثانوية عامة وعايز تصيف، ليك نفس تصيف؟ وفي لوجيك كده عند الاهل بقى، ده بقى ايه؟ ده اللي هو لو قررت تعيد سنة ولا تحول، يا نهار اسود يا لهوي، هفك الشوق كده، رجعت في قرارك، حياتك انت حر. انت بتضيع سنة من عمرك، سنة ضاعت من عمرك هتضيع. هيقولوا لك الجملة بكل الطرق، ايه اللي هضيعها من عمري؟ سنة ايه؟ وبالنسبة للسنين اللي راحت في عقلة الاصبع وهلو ابيض واسود، والسنين اللي هتضيع وانا بدور على شغل اصلا، في صيغة بيتكلموا فيها، صيغة مبالغ فيها بطريقة، نهار اسود. ده لما بتعمل الكارثة. طب احنا قصرنا معاك في حاجة؟ بص الاوفر، بتاكل احسن اكل، بتشرب احسن شرب، بتلبس احسن لبس، اكاد اقسم لك ان الواد فانيلته مخرومه دلوقتي، واحنا عايزينك، بص المبالغه، بص الاوفر، بص تبقى احسن حد في الدنيا. يا نهار اسود. مبدئيا كده الواد بيبرشم اساسي. مين احسن حد في الدنيا ازاي؟ مش فاهم يعني ايه احسن حد في الدنيا. في اسلوب تاني بيتبعه الابهات بعد ما يموتك، يا ابني انا لو بشتمك فده عشان مصلحتك، لو بضربك فده عشان مصلحتك، لو شربت من دمك فده عشان مصلحتك، واكلت لحمك كده فعشان عايزك تبقى احسن حد في الدنيا. انا عايزك تبقى احسن حد في الدنيا. بالنسبه لعلمي وادب، في ابهات دايما بيبقوا ديمقراطيين جدا، يقول لك ايه؟ بص يا ابني، بص انا مش هغصبك على حاجه، عندك علمي وعندك علمي، اختار اي علمي فيهم، انا مش هتضايق، انا مش هغصبك على حاجه، وهتطلع دكتور وهتخش هندسه براحتك، انا مش هغصبك على حاجه. بالنسبه للامهات فليهم 3 انواع. اول نوع ده بيبقى نوع مطريه خالص ورشش ميه ساقعه والدنيا عنده، ده بيبقى جميل قوي. وفي النوع التاني ده اسمه الام السندوتش. الام السندوتش دي بتبقى ماسكه لك سندوتشات طول السنه، داخله خارجه عليك لحد اخر السنه، بعد الامتحانات تستناك قدام المدرسه بسندوتش، يتجمعوا الامهات السندوتش كلهم، مجرد ما طالب يعني ها عملت ايه؟ عملت ايه؟ سهل ولا صعب؟ الواد اساسا في اللي مكفى، عملت ايه؟ ها؟ وتساله على ابنها، يعني هو ما عرفش ابنها. حماده ابني، تعرف حماده ابني عمل ايه؟ ما عرفوش يا طنط. عمل ايه حماده ابني؟ ما عرفوش. حماده عمل ايه؟ يعني ايه؟ ما حلش ولا حل ولا صعب ولا ايه؟ صعب ولا ايه؟ واول ما حماده ابنها يخرج وهي بره المدرسه، هو هناك جاي فاقد الامل في حياته ومش طايق نفسه اساسا، قوم بص له، ها عملت ايه؟ سهل. ما تستنى ما يجي ويقول لك في خندق ناري حماده هيقع فيه، ما هو هيعدي ويقول لك، مستعجله ليه؟ ام الزومبي دي بتبقى الام دي بقى تلاقيها بتطلع لك من الملازم، تسالك انت ذاكرت، تقول لك هسمعك، هسمعك، تسمع لك، تقول لك لا اللزوم مش اللذين يا بيه، يا ماما عديها، تقول لي ذاكرت، بتقول لي ذاكرت. تتصل بالمدرسين دايما معاها ارقام المدرسين، وتتصل بيهم قدامك، هي ممكن تتصل لوحدها، لا هي تتصل قدامك. ايوه يا مستر حماده عامل ايه معاك؟ والله وايه تاني؟ هو ممكن يكون بيشكر فيك عادي، بس هي سسبنس بس مش اكتر. تطلع لك من اي حته، تنزل، انت بتنزل وعندك ثانويه عامه، تنزل وانت في ثانويه عامه، نمت انت نايم وانت في ثانويه عامه، وانت عندك ثانويه عامه، جعان فبتاكل، بتفكر في الاكل وانت في ثانويه عامه، اكتئبت فبتقطع شرايينك، انت سايب مذاكرتك وعمال تقطع في شرايينك وبتضيع وقتك في تقطيع شرايينك، ما عندك الاجازه كلها يا اخي، انتحر براحتك. ايه ده يا رب؟ ده الناس كلها اولادها زي الفل، يا خيبتك في ولادك يا سنتوفه، ليه يا رب كده يا رب؟ الحياه ابسط من كده والعيال هتسقط.